اهلا بيكم في حلقه جديده من تربيه الهولنديين بيربوا بدون ضرب ولا صريخ. تعالوا نعرف في حلقه النهارده ازاي نعمل ده. اول حاجه لازم نسال نفسنا سؤال صريح جدا: هو فعلا الضرب بيربي؟ في الحقيقه لازم نفكر، هو فعلا بيربي ولا احنا علشان اتربينا بالطريقه ديت فإننا متخيلين ان ده هو الطبيعي؟ الهولنديين بيرفضوا ضرب الاطفال تماما، مش بس عشان ده ممنوع قانونا، لا، هم مؤمنين جدا ان الضرب ما بيعلمش، الضرب بيخوف. الطفل اللي يتربى على الخوف ممكن يسمع الكلام، لكن عمره ما يكون طفل واثق من نفسه. الخوف بيطلع طفل ساكت، مش طفل فاهم ان التصرف او الشيء ده غلط. علشان كده التربية عندهم قايمة على الحوار. لما الطفل يغلط ما يعلوش صوتهم، بينزلوا لمستواه، يبصوا في عينيه ويشرحوا له الغلط اللي عمله بهدوء. يمكن الحوار ياخد وقت أطول بس نتيجته بتبقى أعمق. الطفل هنا بيتعلم يفكر، مش بيخاف. وهنا مهم جدا إننا نفرق بين الهدوء والضعف. الهدوء مش معناه إن الطفل يعمل اللي هو عايزه. الهولنديين واضحين جدا في قوانينهم وقواعدهم مع الأطفال. في حدود، لكن من غير تهديد ومن غير تخويف. الطفل لما بيعرف إن القاعدة ثابتة بيحترمها جدا، حتى لو هي اتقالت بهدوء، على عكس خالص من لو اتقالت بصوت عالي جدا لكن في كل مرة بتتغير. الهولنديين كمان ما بيستعملوش العقاب المؤلم، يعني مفيش ضرب، مفيش تخويف، مفيش تهديد ولا تحقير. امال بيعملوا ايه؟ بيستخدموا العقاب الطبيعي. يعني ايه؟ يعني مثلا الطفل بيتحمل نتيجة اللي بيعمله. نسي لعبته مش هنرجع نجيبها، كسر حاجة هيساعد في تصليحها، اتأخر يبقى هتستنى شوية. كل ده من غير صريخ، في هدوء تام ومن غير تهديد. وهنا بنشوف الطفل بيتعلم بأفضل نتيجة، النتيجة نفسها هي اللي بتعلمه. الطفل لما بيتعلم ان كل تصرف ليه نتيجة بيبتدي هنا هو اللي يتحكم في نفسه، مش احنا اللي نتحكم فيه. وهنا مش عشان هو خايف، هنا بيتحكم في نفسه عشان عارف ان كل تصرف هيقوم بيه هتكون ليه نتيجة. ومن الحاجات المهمة كمان في التربية الهولندية انهم ما بيحرجوش الطفل قدام حد. الغلط يتصلح في هدوء بين الطفل واهله، مش قدام الناس. الطفل اللي كرامته محفوظة بيكبر محترم نفسه ومش محتاج يثبتها لا بالعند ولا بالعنف ولا اي طريقة غلط. طيب ده معناه ان الطفل الهولندي ملاك ما بيعملش حاجة غلط؟ اكيد لا، هو طفل عادي، بيغلط، بيغضب، بيعند. لكن الفرق هنا ان الاهل بيشوفوا السلوك الغلط كإشارة مش كعداوة. إشارة إن الطفل محتاج فهم أو محتاج حدود أوضح من كده، محتاج راحة. ولو حابة تطبقي ده في بيتك ابدأي بخطوات بسيطة. أول حاجة هدي نفسك الأول، اتكلمي بهدوء، حطي قواعد واضحة وتكون ثابتة، ما تغيريهاش كل شوية. افتكري ان الهدف مش ان الطفل يسكت، الهدف هنا ان الطفل يفهم. الطفل اللي اتربى من غير ضرب مش بيطلع ضعيف ولا قليل الأدب. الطفل اللي اتربى بالحوار بيطلع قوي جدا من جوه، عارف حدوده ايه وعارف يعبر عن نفسه. موضوع الحلقة الجاية شيق جدا جدا وهيساعد الأمهات في وقت اللي وقتها ضيق قوي ومطلوب منها انها تعمل حاجات كتير. فتابعونا وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وقوليلي رأيك في الكومنتات بأمانة.